اسمع وافهم، واقرا في التاريخ وتعلم. يا الفهم اسمع وافهم، واقرا في التاريخ وتعلم. تلقى حكايه طويله تلقى قصه مسطره بالدم، قصه حره من الحراير اللي ضحاوا على الجزائر من تجمانة في ميلا في عرش ولاد القاسم. هذه القصة اللي صارت، قصة امرأة تبكي الحجر في حشاها جنين و9 أشهر، في ليلة بألف ليلة أتقضى أمر الله وتم. هذه قصة من الواقع جات، وعلى حرف الميم التبنات بالبوسليك وسيلة والعود في المقام يقسم. يا الفاهم قصة أريد قاسم. في العام 32 سجل بلك لا تنسى، في العام 32 سجل بلك لا تنسى. سادت كاملة في الزين أريد للات النساء. من بعد المدة من السنين كبرت ولات عروسة، وعريسها عمر الحسين طاير ضد فرنسا. رزقهم ربي بالفضل زوج بنات مع طفل. وريدة كانت بالحمل وجنينها من الموت ما اسلم. يا الفهم راح زمان وجا زمان. وريدة فهمت واش كان عمر دركي في لفلان. قالت له ليكم ننضم، قال لها اهلا وسهلا بخدومك يا ابو الهلال. ماشي حكر على الرجال، الثورة ضد اللي يظلم. وكمل في كلام وعمر يا وريدة راح نعطيك سر المخبأ في دارنا ينحفر للخاوة يتخبى وخبى. المخبأ في دارنا ينحفر للخاوة يتخبى وخبى. قالت له سرك في بير، وش بغيت تدير انت مول الدار، انت الكبير اعطيك العاهد ونقسم. وبدات وريدة يا احباب صغيرة وفي عز الشباب تحفر وتخرج في التراب. حتى اليوم المشروع تم. كانت محملها ثقيل، تخدم النهار مع الليل عليلة، وجسمها هزيل وقلبها بركان بلا حمم. تخدم الليل مع النهار وتربي في 3 صغار، وهي القايمة على الثوار وتقوت في 20 أم. كانت وريدة مع عمر مجاهدة وحافظة السر رغم اللي عايشين في الفقر. شيمتهم الجود والكرم. كانت كبيرة وبنت كبار ومعروفة بالقلب الصبار. وكانت تنبذ الاستعمار وقالت لازم نهزم. في مايو 59